خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. بص، انا عارف الاحساس انك تبقى عايز تدخل مجال السايبر سيكيورتي وعندك شغف بس مش عارف تكمل. You start every day، كل شويه تبدا بعدها تقف، تحس انك تعبت. You feel tried، تحس ان الموضوع تقيل عليك، وتفضل تسأل نفسك الأسئلة دي: هو أنا ماشي صح؟ المصدر اللي بذاكر منه ده كويس؟ ولا أنا بضيع وقتي؟ فوق كل ده الإنجليش، حاسس إن هو واقف لك في كل حاجة، مش فاهم كويس، بتتعب في القراءة. sometimes you think to leave the field، أوقات بتفكر تسيب المجال كله. وده مش صح. بس خليني أقول لك على حاجة من الآخر: all this normal، كل ده طبيعي. يعني مفيش حد بدأ وهو فاهم كل حاجة، ولا حد بدأ وهو جامد في الإنجليش. real difference، الفرق الحقيقي إن في ناس بتكمل، في ناس بتقف. انت مش محتاج تبقى بيرفكت، مش محتاج تبقى فاهم كل حاجه، انت بس محتاج you try every day، تحاول كل يوم. حتى لو بتفهم بالعافيه، حتى لو انت بتعمل ترانسليت من الاي اي او جوجل، الموضوع بسيط. حتى لو بتغلط، ده جزء من الرحله اصلا. طالما عندك هدف وعايز تدخل المجال، يبقى لازم تكمل حتى لو ببطء. ما تستناش الشغف يرجع لك ابدا، هو كده كده هيجي لك لوحده. في النهايه خليك ثابت، امشي خطوه بخطوه، one step every day.